هو ايه اللي بيحصل لجسمك لما بتاكل تين شوكي؟ النهارده هنعمل خرمانط صيفي قوي. تين شوكي، مانجو، كوز اناناس اسمه دبل اكس، او طبعا اي نوع انتوا تحبوه. واللي اول مره يشوف السلسله دي فكلمه خرمانط يعني ميكس او فخفخين بس بلغه المانجو. فاللايك والفولو بقى عشان الفيديو يطلع فوق. يلا ننزل بصنع السعاده. خرمانط ده من اختراعي، لو طلع وحش هقول لكم وحش. هننزل بالثلاث تينات، ودي منجايه انا جايب منجايه عويس عشان تعلي التيست معانا. هننزل بقى بالاناناس اللي انا قلقان منه، مش هنحط الازازه كلها عشان ايه نبقى ماسكين العصايه من النص عشان لو قلش ما نلبس. بسم الله. الشوب بتاعنا، واكيد لازم مصفى. هو من غير الاناناس ده كان ملظلظ جدا، عصير الاناناس خلاه ايه سايح في نفسه شويه. بسم الله. لا طلع فستق. فكره عصير الاناناس او الصودا مع المانجا والتين قلش. لو المانجا والتين لوحدهم مع شويه تلج وميه يعدي. قال لك التين الشوكي غني بفيتامين ج وب، واللي ليهم دور كبير جدا في تعزيز جهاز المناعه، وكمان مفيد لمرضى السكر. بس خلي بالك ان اكله بكميات كبيره ممكن يسبب لك اسهال وشويه اضطرابات في المعده. يعني جو ان احنا ناكل على العربيه وفي الاخر نعد القشر ده اكيد هيجيبك ورا. انت ازاي ما كنتش تعرف المعلومه دي؟